حكايتنا بتبدأ مع بنت اسمها نينا اللي بتكون سارقة حاجة وبتجري بتهرب في شوارع المدينة. في الوقت ده بيظهر صاحبها ساجي وبينادي عليها علشان يساعدها، والاتنين بيقدروا يضحكوا على الحراس ويهربوا وبيروحوا على صاحبهم كولين، والتلاتة دول بيكونوا أطفال فقرا جدا بيسرقوا من الأغنياء علشان يلاقوا لقمة ياكلوها ويعيشوا. وهنا بنعرف إن من حوالي 5 سنين حصل وباء ضرب المدينة ومات ناس كتير جدا، وأطفال كتير فقدوا أهلهم زي كولين وساجي اللي بيكونوا إخوات فعلا. ونينا كانت جاية تعيش معاهم بعد ما فقدت أهلها هي كمان. وفي اللحظة دي كولين بيفتح الشنطة اللي نينا سرقتها علشان يشوفوا فيها ايه، وبيلاقوا جوه الشنطة جوهرة لونها نفس لون عينين نينا، وده بيخلي نينا محرجة جدا لأنها طول عمرها بتحاول تخبي لون عينيها من الناس علشان لو حد شاف الجوهرة دي وشاف عينيها ممكن يربط بينهم ويكتشف سرها، وممكن لو حد اكتشف سرها يخطفوها ويبيعوها في سوق العبيد علشان العيون الزرقاء دي نادرة جدا والأغنياء مستعدين يدفعوا فيها أي تمن. وتروح بعدها لينا بتدخل المطبخ تحاول تعمل لهم شوية أكل على قد حالهم، لكن كالعادة أكلها بيطلع وحش جدا مش بيعجبهم، وأصحابها بيبتدوا يتريقوا عليها بهزار وكلهم بيضحكوا ومبسوطين جدا بوقتهم سوا. بس كالعادة الفرحة مش بتكمل لأن كولين بيمرض مرض خطير جدا ولازم يتعالج بسرعة، وسيجي بيكون محبط جدا ومكسور من جواه وزعلان جدا على أخوه، وبيقول بنبرة يأس دي هتكون نهايته. بس نينا بتحاول تهدي الموقف وبتقوله ما تقلقش احنا هنروح نجيب له دكتور بسرعة يعالجه. تاجي بيزعق فيها وبيقول احنا معناش فلوس، الدكتور مش هيجي يعالجه ببلاش، وبيكمل بكلام موجوع هي دي حياتنا، الفقر مكتوب علينا ومش هنقدر نهرب منه ابدا. فنينا بترد عليه وبتقول ما تقولش كده يا ساجي، اكيد في يوم هنلاقي حل واكيد حياتنا هتتغير، احنا مش لازم نفضل في الفقر ده طول عمرنا، هنلاقي طريقة وهندور على اي امل نتمسك بيه، بس أهم حاجة ما يستسلمش. بس ساجي بيرد عليها بعصبية وبيقول مستقبل ايه اللي بتتكلمي عنه، كل ممكن يموت بكرة وانتي أصلا غريبة عننا، مستحيل تحسي بوجعنا ولا تفهمي احنا بنمر بإيه. كلمة غريبة دي بتوجع نينا جدا، بتحس إنها ملهاش مكان وسطهم، فدموعها بتنزل من غير ما تحس وبتسيبهم وتمشي. وأول ما بتبقى لوحدها في الشارع بتجمع حواليها شوية ناس وبيضربوها وبيقولوا لها لو سرقتي مننا تاني مش هنرحمك. نينا بتكون لوحدها في الشارع قاعدة على الأرض ودموعها نازلة، بتحس إنها ضعيفة ومكسورة، بتبص حواليها وتقول بصوت واطي يا ترى في حد ممكن يساعدني ولا أنا لوحدي في الدنيا دي. الإحباط بيكون مالي قلبها ومش عارفة تعمل إيه ولا تروح فين، وفجأة بنشوف راجل غريب جدا واقف وبيقول بصوت غامض الأميرة عملت حادثة في الطريق وماتت. بس الراجل الغريب بيكمل وبيقول بس ما ينفعش حد يعرف إن الأميرة ماتت، لازم الموضوع يفضل سر. وبنرجع تاني لنينا اللي بتكون قاعدة مع ساجي وبتتكلم معاه عن اللي حصل. ساجي بيبقى ندمان جدا على كلامه القاسي وبيقول لها آسف يا نينا، ما كانش قصدي أجرحك، أنا بس كنت مضغوط ومكسور على أخويا. وفعلا نينا بتكون طيبة جدا وبتسامح ساجي على كلامه، وساجي بيقول لها في مكان أنا عايز أوريهولك، ونينا بتوافق ومش بتتردد وبيمشوا سوا وبيتمشوا لحد ما بيوصلوا لبيت غريب جدا، ونينا بتبقى مستغربة وبتسأل انت عايز توريني ايه هنا بالظبط؟ وساجي بيتنهد وبيرد عليها أنا آسف يا نينا بس دي الطريقة الوحيدة اللي تخليني أخرج من الفقر اللي احنا فيه. وفجأة ساشي بيبدأ يجري بسرعة جدا وفجأة بيظهر رجلين ورا نينا علشان يمسكوها. نينا بتفهم على طول إن ساجي خانها وباعها في سوق العبيد وبتحاول تهرب بكل قوتها، بس كله بيبقى بدون فايدة، وبتبدأ تبكي وهي مصدومة وبتقول ليه يا ساجي ليه تعمل فيا كده؟ وهي دموعها بتنزل في راجل واحد منهم بيمسكها من شعرها بقوة وبيتأكد إن عينيها بتكون زرقاء، وبتتأكد نينا إن الراجل ده عيونه بتكون صفرة واللون ده كمان بيكون نادر جدا. ولكن المهم دلوقتي إن الرجالة دي بتحسب إن نينا بتكون ولد وبيقرروا إن هم يخلعوا لها هدومها ويلبسوها هدوم جديدة. وطبعا نينا بتحاول تقاوم لحد ما هدومها بتتقطع والراجل بيكتشف إن هي بتكون بنت، والراجل بيكون مستغرب جدا وبيقول هي ليه متنكرة وكانت عاملة نفسها ولد. فصاحبه بيقوله أكيد كانت بتحاول تهرب من سوق العبيد وبتخفي حياتها لأنها بتكون بنت فقيرة بعيون زرقاء أي حد هيحاول يخطفها لو عرف. فالراجل أبو عيون صفرة بيقول ممتاز جدا، دي هتناسب خطتنا بشكل أحسن، وبيروح يكلم نينا ويقول لها انتي من أول النهاردة هتموتي وهتعيشي حياة جديدة كالأميرة. وطبعا نينا بتكون مستغربة جدا ومش فاهمة أي حاجة. بيعدي بعدها شوية وقت وبنشوف نينا بتحاول تهرب من الخدم جوه القصر، لكنها بتتكعبل في فستانها وبتقع على الأرض
وبنسمع صوت عالي وفجأة بيظهر الأمير مستغرب وبيقول إيه الصوت العالي ده؟ لما الأمير بيبص على البنت بيعرف إن هي نينا الفقيرة اللي شكلها اتغير تماما بعد ما غيرت هدومها وسرحت شعرها، ونينا بتزعقله وبتقوله انت الراجل اللي عيونه صفرة اللي خطفني. الأمير بيرد عليها واضح إن شكلك اتغير بس تصرفاتك لسه زي ما هي. وفجأة الأمير بيطلع سيفه. الأمير بيؤمر نينا إنها تنحني قدامه وبيقول لها ممنوع تتكلمي غير لما أسمحلك. بعدها بيبدأ الأمير يتكلم معاها ويقول من النهاردة انت هتعيشي باسم الأميرة عيشة، أميرة المملكة الجميلة المشهورة بعيونها الزرقاء. وبنعرف إن نينا هتلعب دور الأميرة دي لمدة 3 شهور. الأمير بيقول لنينا إنها تعيش دور الأميرة عايشة لحد ما تتجوز أمير مملكة جلجاد وتستلم الحكم، وكمان بيحذرها إنها خلال الفترة دي ممنوع حد يعرف حقيقتها. فنينا بتقوم ضربة السيف برجلها وبتاخده من الأمير لأنها حاليا مش خايفة من أي حد وما عندهاش حاجة تخسرها. وبتقول للأمير انت لو عاوز مني حاجة كلمني بطريقة أحسن من كده. طبعا الأمير بيكون مستغرب جدا من تصرفاتها وبيقول لها يا بنت وطي صوتك شوية. فنينا هنا بتقوله انت لازم تقولي أنا فين دلوقتي وانت مين بالظبط يا إما هسيبك وأمشي وأروح البيت. فالأمير بيقول لها تروحي فين أصلا انت بتكوني فقيرة وما عندكيش بيت، ولكن بيكون متفهم كلامها جدا وبيتأسف لها على طريقة كلامه وبيقول لها أنا اسمي الأمير أزور، وبيقول لها انت لازم تتعلمي بسرعة. بعدين بيقول لها إن خلال 3 أيام هتروحي تقابلي الملك. ودينا بتتوتر من الفكرة جدا لأنها خايفة تتكشف، مش عارفة إذا كانت فعلا شبه الأميرة عايشة ولا لأ. الأمير بيطمنها وبيقول لها إن التشابه الوحيد بينهم هو لون العين الزرقاء. وبنعرف إن الأميرة عايشة كانت بنت الملكة الثالثة، اتربت وعاشت في قرية اسمها إسترا. ولما كانت عندها 16 سنة ظهر حفلة النجوم واللي فيها النجوم كتير جدا بتلمع في السماء، وفي وقت معين بيقولوا إنك لو اتمنيت أمنية في الوقت ده هتتحقق. لكن للأسف الأميرة عايشة ماتت قبل ما تكمل 16 سنة وتتجوز، واستولى الناس على الحكم بعد موتها. وعلشان هي اتربت في قرية بعيدة جدا فعدد قليل جدا اللي عارف شكلها الحقيقي. نينا بتستوعب الكلام ده بصعوبة جدا لأنها بتكون معلومات كتير عليها، والأمير بيحاول يحفزها علشان تستعد للدور اللي هتلعبه. الأمير بيقول لنينا لو عملتي كل حاجة صح لما تقابلي الملك هعملك أي حاجة تطلبيها. الخدم بيبدأوا يترجوا نينا إنها تسمع الكلام لأن كل اللي بيحصل ده غلطة منهم. نينا بتلاقي الموضوع صعب جدا وبتتضايق وبتكون مش عاوزة تساعد الأمير أزور وبتشتكي كتير من التدريب الصعب اللي بتخضع عليه. الأمير أزور قرر يديها استراحة، بياخدها لمكان عالي جدا في القرية علشان تتفرج على المدينة من فوق. نينا هنا بتشوف منظر جميل جدا وبتقول فعلا حياة الفقراء مختلفة تماما عن حياة الأغنياء. وأزور بيقول لها إحنا محتاجين مساعدتك علشان ننقذ المملكة. الكلام ده بيخلي نينا توافق على طول وتسمع الكلام. وبعد كام يوم بيجي اليوم اللي هتروح فيه نينا تقابل الملك، وبنشوفها لابسة هدوم جميلة جدا وبتعجبها. الخدم بيأكدوا عليها إنها لازم تعمل كل حاجة صح وتتبع التعليمات لأن لو حد اكتشف حقيقتها هيعدموها. وده بيخلي نينا متوترة جدا. ونينا بتروح تقابل الملك، بتدخل القاعة قدام كل الناس اللي بتشوفها وبتنحني قدام الملك وتعرف نفسها أنا اسمي الأميرة عايشة. فالملك بيقول لها ما تخافيش قومي وارفعي راسك. نينا بتسمع الكلام ده وبتبص قدامها، ولما الملك والملكة بيشوفوا عينيها اللي لونها أزرق فبيندهشوا وبيقولوا عليها جميلة جدا. نينا بتكون متوترة جدا وخايفة وهي بترد على الملك، والملك بيطمنها وبيقول لها أنا عارف إن الأمير أزور متابعك كويس. لكن الملكة بتبدأ ترخم على نينا وبتقول إنها سمعت إن الأميرة عيشة بتكون شاطرة جدا في الرقص وبتطلب منها ترقص رقصة معينة. نينا بتكون خايفة جدا لأنها ما تعلمتش أي رقصة ومش عارفة تعمل حاجة، وبتقول في نفسها إن دي نهايتها وإنها لازم تعترف بالحقيقة. لكن الأمير أزور بيتدخل بسرعة وبينقذها وبيقول للملكة إن الموضوع مش مناسب يحصل من غير وجود الأمير اللي هي هتتجوزه، وبيطلب تأجيل الموضوع. وبعدها نينا وأزور بيخرجوا ونينا بتكون محبطة جدا وبتقول إنها فشلت في أول مهمة لكنها برضو محدش اكتشف حقيقتها لحد دلوقتي. الأمير أزور بيكون زعلان ومحبط منها. نينا لما بتروح البيت وبتنام على السرير بتكون حزينة جدا وبتقول لنفسها إنها ما تستاهلش كل الملابس الحلوة دي وكل الأكل اللي عندها دلوقتي، وبتقرر إنها تهرب مرة تانية لكن بتفتكر إنها ما عندهاش حد تلجأ له خصوصا بعد خيانة ساجي ليها.
نينا دلوقتي ما عندهاش أي أصدقاء، لكن فجأة بتسمع صوت عالي قوي من البلكونة. بتطلع تشوف الملكة وهي بتزعق للأمير أزور وبتقوله ليه ما ينفعش الأميرة عايشة تعيش معانا في القصر. الأمير أزور بيحاول يفكر إزاي ما يوديهاش. الملكة هنا بتزعل أكتر وبتقوله اوعى تكون فاكر إنك أنت اللي تتجوزها وتاخد الحكم. أزور بيرد أنا عمري ما فكرت في حاجة زي دي، هدفي الأول والأخير هو مساعدة المملكة. الملكة بتتعصب جدا وبتبدأ تهينه، ومن كتر عصبيتها بترمي المروحة بتاعتها في المية وبتطلب من الأمير أزور إنه يروح يجيب لها. وطبعا طلب زي ده بيكون بايخ وسخيف لأنها عاوزة تهينه وخلاص. فنين المتخلفة هنا على طول بتنط في المية وبتطرطشها في كل مكان حتى على الملكة، وبتجيب لها المروحة وبتقول لها اتفضلي. الملكة بتكون متعصبة جدا وعاوزة تمد ايدها وتضرب نينا، لكن الأمير أزور بيتدخل بسرعة وبيمنعها وبيقول للملكة معلش الجو حر النهاردة، مفيش حاجة لو اتبلينا شوية. الكلام ده بيعصب الملكة أكتر لدرجة إنها عايزة تتخانق مع أزور، لكن الخدم بينصحوها وبيبعدوها. نينا بتعتذر لأزور وبتقوله إنها ما قدرتش تقف في مكانها وهي بتشوفه بيتهان. أزور بيمسك إيدها ويدخلها البيت، ونينا بتقوله أنا ما كانش قاصد أرش مية عليك، كنت عاوزة أرش على الملكة بس. أزور بيطمنها ولا يهمك وشكرا على مساعدتك، وبيقول لها أنا أصلا كنت عاوز أرش مية على وش الملكة، أما بالنسبة للي حصل فأنتي عملتي كل حاجة بالظبط. نينا بتكون فرحانة وبتبتسم، بس بعدها بنشوف ناس غريبة بيوصل لهم إشاعات إن الأميرة ماتت وإن نينا مش هي الأميرة الحقيقية. هل الحقيقة عن نينا هتتكشف ولا لأ؟ وهل الأمير ده بيخطط لشيء تاني ولا بس جاي؟ شفنا ازاي نينا حياتها اتقلبت من بنت فقيرة بسيطة لأميرة عايشة في عز ونعيم. ومن غير ما نطول في الكلام يلا بينا نبدأ الحلقة الجديدة. نينا بتحكي إن دلوقتي في قريتهم موسم حصاد القمح، والناس في الوقت ده بيعلقوا فوانيس قدام البيوت وبيتمنوا أمنية، وغالبا الأمنيات دي بتتحقق فعلا. وبنرجع تاني للقصر، بنلاقي واحدة من الخدم بتسأل حد شاف نينا علشان ما لقيتهاش في أي مكان. صاحبتها قالت لها دي تعبانة شوية ونايمة في أوضتها وقافلة على نفسها الباب. بس الصدمة نينا مش تعبانة ولا حاجة، دي كالعادة بتحاول تهرب تاني. نينا وهي بتحاول تهرب كانت بتقول يعني لو خرجت اتمشى شوية في المدينة لازم أسمع كلام الأمير أزور في كل حاجة، مش لازم أبلغه عن كل خطوة. وأول ما بدأت تهرب شافها طفل صغير وافتكرها إنها حرامية جاية تسرق البيت. نينا اتخضت وقعت على الأرض من الخوف، لكن المفاجأة الولد الصغير أول ما شافها كويس اتفاجئ وقال لها انت نينا، وبيطلع في الآخر إنه أخوها. أيوة الولد ده هو الأمير الأول للمملكة. نينا كانت مصدومة ومستغربة جدا ازاي الأمير الأول يكون صغير كده، خصوصا إن الأمير أزور أكبر منه بكتير. الولد ده قال لها وهو بيضحك لولا عيونك الزرقاء دول ما كنتش هعرف. وزي ما احنا عارفين هم اختاروا نينا تحديدا علشان لون عينيها زي عين الأميرة الحقيقية تماما. وسيس هنا بدأ يتمنظر قدام نينا وقال لها أنا في يوم من الأيام هكون الملك، فلو احتجتي أي حاجة قوليلي على طول. لكن نينا كانت أسرع منه وردت وقالت أنا فعلا محتاجة حاجة تساعدني أواجه الأمير أزور. نينا قالت أنا لازم أنتقم منه. وبعدها بنروح نشوف الأمير أزور وهو في وسط تدريبات المبارزة، وفعلا كان مميز جدا بيتفوق على كل اللي حواليه بسهولة. ونينا وسيس كانوا مستخبيين من بعيد بيتفرجوا عليه، بس فجأة بيسمعوا حراس بيتكلموا وبيقولوا الأمير أزور أقوى بكتير من أخوه سيس. نينا لاحظت إن الكلام ده بيضايق سيس جدا، واضح إن كل الناس دايما بتفضل أزور على سيس. فقالت له نينا بابتسامة خبيثة طب إيه رأيك ندور على حاجة تكون أنت أحسن منه فيها، ساعتها ممكن نخليه يعترف بالهزيمة قدامك. لكن وهما بيتمشوا مع بعض نينا بدأت تحس إن في حد بيراقبهم، حست بكده كذا مرة لكن تجاهلت الإحساس ده ومركزتش فيه. وفجأة نينا خدت قرار مجنون، قررت تقتحم أوضة الأمير أزور بنفسها علشان تفتش وتدور على نقطة ضعف. وسيس وقف مذهول وقال لها انتي بتتكلمي بجد؟ انتي ناوية تعملي كده فعلا؟ سيس اتصدم وقال أميرة زيك تعمل حاجة زي كده؟ نينا ردت عليه بثقة أيوة أنا فعلا أميرة بس ما تشغلش بالك انت، أنا عارفة أنا بعمل إيه كويس. وهم بيتمشوا في أوضة أزور لاحظوا إنها مليانة كتب وخرائط في كل مكان. سيس قال لها ده طبيعي، أزور شاطر جدا وخلوه قائد الجيش وهو لسه عنده 17 سنة. وفضلوا يتكلموا شوية وهما بيفتشوا وناسين نفسهم، وفجأة الباب بيفتح. الأمير أزور دخل الأوضة فجأة. نينا وسيس بسرعة استخبوا، لكن أزور مش بالسذاجة دي لمح نينا وهي مستخبية وطلعها من ورا الستارة وقال لها بنبرة جامدة انتي بتعملي ايه هنا؟
شكلك ما فهمتيش ولا كلمة من اللي قلتلك عليها قبل كده. وبعدها راح على سيست ولقطه هو كمان وقال له واحد في مكانتك ما ينفعش يعمل التصرفات الطفولية دي. نينا حاولت تدافع عنه وقالت دي كانت فكرتي أنا، لكن أزور تجاهلها تماما وبدأ يوبخ سيست وقال له النهاردة انت ما رحتش تدريب المبارزة وده تصرف مش مقبول. أزور قال ببرود مش أول مرة تعمل كده وبالمستوى ده هتكون ملك فاشل. الكلام ده جرح سيست جدا فصرخ فيه وقال له لو شايف نفسك أحسن مني وأقوى مني يبقى اتفضل خليك انت الملك. وبدموع في عينه لف وخرج يجري. نينا اتنرفزت من طريقة أزور وقالت له بعصبية ازاي تتكلم مع اخوك بالشكل ده، وجريت بسرعة ورا سيس علشان تهديه، لكن كان متضايق جدا وقال لها بلاش ما تجريش ورايا. وفجأة راح طلع بئر قديم وهو لسه في حالة غضب، لكن من غير ما ياخد باله الأرضية اللي تحته اتكسرت فجأة ووقع جوه البئر. بس نينا ما سابتهوش، نطت وراه من غير تفكير على طول علشان تنقذه. بس المشكلة ان المكان كان متجمد من البرد والجو هناك كان مرعب وساقع جدا. سيست كان قاعد بيرتعش وقال لها بخوف انا خايف محدش هيعرف احنا فين ولا هنلاقي حد ينقذنا. لكن نينا حاولت تهدي اعصابه وقالت له بثقة ما تخافش انت الامير اكيد هيلاحظوا غيابك وهيجي يدوروا عليك. وساعتها سيس بصله وهو زعلان وقال المشكلة ان كل الناس شايفة ان الامير أزور هو الاحسن، هو المفروض يكون الامير الاول. ونينا في اللحظة دي بدأت تفهم ان حياة الامراء مش كلها رفاهية زي ما كانت فاكرة، دي صعبة ومليانة ضغوط. فنينا ابتسمت وقالت له ما تقلقش اكيد اخوك بيحبك وعايز مصلحتك، يمكن بس طريقته غلط. وايه رأيك لما نخرج من هنا نخليه يعلمك كل اللي محتاج تعرفه علشان تبقى ملك حقيقي وتثبت للكل انك قدها. بس وهما بيتكلموا لاحظوا انه مستوى المية بدأ يعلى بسرعة ولو محدش جه في الوقت المناسب ممكن يغرقوا. فضلوا يصرخوا على صوتهم طول اليوم بينادوا على أزور بكل قوتهم، وفعلا في الآخر أزور وصل ومعاه سلم طويل عشان ينقذهم. بدأ يطلع سيس الأول وبعدها لما جه دور نينا كانت بردانة جدا ومش قادرة تتحرك من كتر السقعة، فمن غير تردد أزور شالها على كتفه وبدأ يطلع بيها من البئر. وبعد ما طلعوا أزور بص لنينا وقال لها شكرا علشان اهتميتي بأخويا وما سبتهوش لوحده. وساعتها سيس قرب منهم وبدأ يتكلم ينفع تعلمني ازاي أبارز بالسيف؟ أزور ابتسم لأول مرة من قلبه وقال له طبعا أي وقت تحب تتعلم تعالى قابلني وأنا هدربك بنفسي. ولما سيس مشي أزور وقف مكانه شوية مستغرب، كان فاكر إن أخوه الصغير بيكرهه لكن واضح إنه كان غلطان. بعدها بدأ يمشي هو ونينا وفي الطريق نينا سألته هو عندك نقطة ضعف؟ أزور بصلها باستغراب وقال لها انتي بتسألي كده ليه؟ فنينا ردت عليه بنبرة هادية بس حب أعرف يمكن أقدر أستخدم المعلومة دي عشان أرفع من ثقة سيس شوية. ضحك وقال لها بصراحة مش عارف انتي بتتكلمي عن ايه، بس لو عايزة تعرفي فعلا هتحتاجي تدوري أكتر. لكن وهم ماشيين بنلاحظ إن في ناس واقفة من بعيد شكلهم بيتجسسوا عليهم وبيهمسوا لبعض. الأميرة عايشة المفروض ماتت، أمال مين البنت اللي قدامنا دي؟ لون عيونها زي بالظبط عيون الأميرة الحقيقية. بنرجع تاني لنينا وهي في البيت وكالعادة بتحاول تهرب تاني، بس يا ترى المرة دي هتنجح ولا لأ؟ لكن المرة دي أزور واقف مستنيها عند الباب ومنحها بهدوء وقال لها لسه بدري عليكي، في حاجات كتير لازم تتعلميها قبل ما اسمح لك تخرجي لوحدك. نينا اتضايقت شويه بس سكتت، حاسه ان كلامه فيه اهتمام مش بس تحكم. وفي نفس الوقت بنعرف ان حفله حصاد القمح قربت تبدا. نينا كانت قلقانه جدا وخايفه يطلبوا منها ترقص تاني قدام الناس ولا حاجه زي اللي حصل قبل كده، بس أزور طمنها بابتسامه خفيفه وقال لها مفيش داعي للقلق، الحفله دي مش هتعملي فيها اي حاجه. وبعدين مد ايده واداها فانوس صغير جميل وقال لها ده فانوس أمنيتك، أول ما تبدأ الحفلة استخدميه وتمني أمنية واحدة من قلبك. نينا بصت له في صمت، كانت محرجة جدا لأنه فكر فيها ومنساهاش. وفجأة الباب اتفتح ودخل الملك ومعاه الملكة، وأول ما شافت أزور اتكلمت بنبرة حادة وقالت له اوعى تكون فاكر انك هتحكم المملكة، انا عمري ما هسلم لك العرش. الملك حاول يهدي الموقف وقال لها اهدي شوية، أزور فاهم كويس انه الامير التاني ودايما متفاهم حاجة زي كده. الملك سلم على نينا وقال لها بابتسامة هنقابل بعض تاني في الحفلة. وبعدها نينا وأزور بيتمشوا سوا ونينا قالت له أنا بجد بكره الملكة دي، دايما بتتنمر علينا. أزور رد عليها بهدوء لا بالعكس أنا مش بكرهها خالص، ودي دايما بتقول اللي في قلبها ومش زي الناس التانية اللي
كلامه مش واضح ودايما بيكون فيه غموض. نينا فكرت وسألته طب انت ناوي تتمنى ايه في الحفلة؟ أزور قال لها انا مش هتمنى حاجة، ما عنديش اي امنيات. نينا استغربت وقالت يعني كل امنياتك بتحصل لوحدها ولا ايه؟ بعد كده نينا راحت تكلم الامير سيس وهي بتاكل من الحلويات بتاعته، وبنعرف ان الامير سيس تعبان ومريض من اللي حصل له وبيتمنى ان الحفلة تتأجل شوية. لكن الحقيقة اللي محدش عارفها السبب الحقيقي اللي مخلي سيس مش عاوز الحفلة تبدأ إنه بعد شهر ونص بس نينا المفروض تتجوز الأمير وتمشي بعيد عن هنا. نينا كانت قاعدة مع سيس في البيت وطمنته وقالت له ما تقلقش أكيد هنقدر نشوف بعض بين الفترة والتانية. بس سيس رد عليها بجدية مستحيل، انت هتروحي تعيشي في مملكة جلجادة، في جبل ضخم جدا بين مملكتنا ومملكة جلجادة، والحل الوحيد اللي ممكن يخلينا نزور بعض هو إننا نعدي حوالين الجبل، وده بياخد أيام وشهور كتير. وكمان سيس سمع إن أمير مملكة جلجادة شخص مخيف جدا وده مخليه خايف على أخته. سيس بيبقى متوتر وقلقان على نينا ومش عايزة تتجوز الأمير هناك. نينا بعد ما سمعت الكلام ده كله بقت قلقانة جدا، خصوصا إنها لو راحت مملكة جلجادة مش هتقدر تشوف صحابها الجداد. وفي وسط تمشيتها جالها واحد من مساعدي الملك وقال لها انتي طول عمرك عايشة جوه البيت ده، طب ايه رأيك اوريكي الحفلة في القرية؟ نينا ردت بسرعة ممنوع اطلع من البيت. بس الراجل ضحك وقال لها اسمعي عندي خطة تخليكي تخرجي من البيت من غير ما حد يلاحظ. بس فجأة واحد من الخدم نادى عليها والراجل مشي بسرعة. نينا قعدت تفكر في كلام الراجل ده. لما الليل جه بدأت الحفلة، نينا قررت تنفذ الخطة علشان تهرب من البيت. حتى الأمير أزور بقى بيسأل عليها ومش لاقيها، ولما سأل الخدم قالوله إن تصرفاتها اتغيرت من ساعة ما كلمت مساعد الملك. ونينا لبست هدوم بسيطة وقديمة ونجحت في الهروب من البيت من غير ما حد يشوفها. وصلت القرية لوحدها وكانت فرحانة جدا، ابتدت تجري في كل مكان وهي بتفكر كل لحظة حلوة عاشتهم مع أبوها وأمها لما كانت صغيرة. نينا كانت مع ساجي وكولن، لكن لما رجعت لبيتها القديم ملقتش حد مستنيها رغم إنها كانت دايما بتحلم إن حد يهتم بيها ويخاف عليها. نينا هنا كانت مصدومة وزعلانة جدا، وفجأة الأمير أزور بيظهر وهو بيدور عليها وسألها انتي بتعملي ايه هنا لوحدك؟ نينا بدأت تبكي وتزعق له وقالت له كل ده غلطتك، أصحابي كلهم اختفوا بسببك، دلوقتي محدش حتى عارف اسمي الحقيقي، محدش عارف مين نينا الحقيقية، كل الناس شايفاني بس كأميرة عايشة في قصر. كلام نينا خلى أزور يبدأ يفكر في الماضي ونكتشف إنه كمان ده مش اسمه الحقيقي، وإن هو مع الوقت نسى اسمه الحقيقي. وهم بيتكلموا فجأة أزور حاسس إن في حد بيتجسس عليهم، وطلع سكينة. فجأة من جيب واحد منهم بتطلع سكينة بيرميها على أزور. بنكتشف إن في ناس حوالين القصر ناويين يقتلوا الأميرة. أزور بسرعة بيطلع سيفه وبيدافع عنها، بيبدأ يقاتل المجرمين واحد ورا التاني، بس وهم مشغولين في القتال واحد منهم بيجي من وراه وبيمسك نينا من شعرها. لكن لحسن الحظ بتطلع الباروكة بتاعت نينا ونينا بتنجح تهرب من المجرم. أزور بيمسكها على طول وبيحميها بكل قوته ويبدأ يقتل المهاجمين. وبنعرف إن قائد المجرمين دول هو مساعد الملك اللي كلم نينا قبل كده. المساعد بيكتشف إن نينا مش الأميرة الحقيقية، لكن قبل ما يقدر يعمل حاجة أزور بيقتله فورا. نينا بتكون خايفة وزعلانة عشان هي اللي جابت لهم المشاكل دي، وبنلاحظ إن أزور اتصاب في إيده وهو بيحاول يحميها. أزور بيطمنها وبيقول لها مش غلطتك، في ناس كتير في القصر بتكرهني وعايزة تتخلص مني. وبيرد عليها أنا مش هجبرك على حاجة، لو عايزة تهربي اهربي. لكن نينا بتقوله لو هربت ده هيعملك مشاكل أكتر. أزور بيرد مالكش دعوة أنا هتصرف. نينا بتطلع شريط وبتربط إيد أزور علشان تعالجه، وبتقوله أنت قلتلي إنك محتاجني وعلشان كده أنا مش عايزة تبقى لوحدك، أمنيتي الأولى والأخيرة إن حد يحبني ويخاف عليا، ولو دي الحقيقة فأنا مستعدة أموت عشانك. الزور بيستغرب من كلامها وبيحضنها وبيناديها باسمها الحقيقي نينا، وبيقول لها ما تقلقيش عمري ما هنسى وجودك، طول ما احنا مع بعض هناديكي باسمك الحقيقي. نينا بتكون زعلانة لأنها عارفة إن قدامها شهر ونص بس قبل ما تتجوز. وبعدها بتمر شوية أيام وبنشوف نينا وهي بدأت تتعلم ركوب الخيل، والغريب إنها كانت مستمتعة جدا بالتدريب عكس باقي الحاجات اللي كانت بتتعلمها قبل كده واللي ما كانتش بتحس فيها بأي شغف. والأمير أزور هنا
سنة بيقرر إنه ياخدها في رحلة طويلة على الخيل، وده بيخلي نينا طبعا فرحانة جدا ومتحمسة. ولكنهم لما بيروحوا علشان يركبوا الأحصنة، أزور بياخد باله إن الحبال مش سليمة، ويبدأ يشك إن في حد بيحاول يقتلهم أو يأذيهم، فعشان كده بيقرر إن هو ونينا يركبوا نفس الحصان. فنينا بتكون محرجة جدا لأنها قريبة جدا من أزور، ومن كتر التوتر اللي كانت حاسة بيه نينا بتبدأ تتصرف بعصبية وبتتخبط في أزور من غير قصدها. فبيضحكوا هما الاتنين وبيمشوا سوا، وهما بيتمشوا بيوصلوا لقمة الجبل، وهناك نينا بتلاحظ بيت غريب جدا وسط الغابة، بتستغرب شكله وبتسأل أزور عنه. وساعتها هو بيبدأ يشرح لها إن البيت ده بيكون بتاع الملك السابق، واللي كان ليه فضل كبير جدا على أزور لأن هو اللي علمه كل حاجة وعرفه أصول الحكم. وأزور بيقدم له احترام شديد جدا. بعد كده نينا بترجع على البيت وهي مشغولة بالمشاعر اللي جواها، وبتقابل الخادمة وبتديها شريط اللي بيكون اسمه الفيتا، وده بيكون مشهور ما بين البنات حاليا، وبيقولوا يعني لو انت لبسته إنه يعني هيجيب لك الحظ، ولو اديت الشريط ده لأي حد تاني فده بيكون تعبير عن الحب. ونينا أول لما بتسمع كلمة حب على طول بتفتكر الأمير أزور، وبتقرر تعمل شريط كهدية تعبر بيه عن حبها لأزور. لكنها وهي في طريقها ليه بتشوفه وهو بيتكلم مع مساعده، وبتسمع إن هما اكتشفوا إن في شخص بيحاول يخلص عليه. المساعد بيقوله إن هما لازم يبلغوا الملك السابق علشان يقدر يساعدهم في الموقف الخطير ده. لكن أزور بيرد عليه بحزم وبيقوله ما ينفعش أي حد يعرف باللي بيحصل دلوقتي، ولو موتي هو الحاجة الوحيدة اللي ممكن تنقذ المملكة فأنا مستعد أعمل أي حاجة علشان أحميها. نينا بتكون واقفة وبتسمع كل الكلام من غير ما حد ياخد باله، وبتتأثر جدا بكلام أزور وبتحس بالغضب والقلق عليه. وفجأة بتفتح الباب بعصبية وبتدخل عليهم وبتصرخ في وشه وبتقوله انت اتجننت؟ ازاي تكون مش مهتم بحياتك كده؟ الموت مش حاجة بسيطة. لكن أزور بيرد عليها بهدوء الموضوع ما يخصكيش، حياتي ما بقتش غالية زي ما انتي فاكرة. الكلام ده بيخلي نينا تتصدم وبتحس بوجع كبير جواها. نينا بتتأثر جدا بكلامه ودموعها بتبدأ تنزل من غير ما تحس، لكنه بيرد عليها بجفاء وبيقول لها ركزي في مهمتك بس، ده أهم دلوقتي. الكلام ده بيجرح نينا أكتر وبيخليها تنفعل، فبتطلع الشريط اللي كانت محضرهوله وبترميه في وشه وهي متضايقة، وبعدها بتلف وبتمشي من غير ما تبص وراها. لكن وهي راجعة بتتفاجئ إنها بتقابل الملك بيقابل نينا وبيقول لها بنبرة لطيفة أنا زعلان إنك ما قدرتيش تيجي الحفلة، كنت مستنيكي. وطبعا هو ما عندوش أي فكرة عن اللي حصل في اليوم ده. بيكمل كلامه وبيقول لو احتجتي أي حاجة ما تتردديش كلميني فورا. نينا في اللحظة دي كانت محتارة جدا وفكرت تقوله عن اللي بيواجه أزور عشان يمكن يساعده، لكن في الآخر ما قدرتش تنطق ولا تقوله أي حاجة، وكأن حاجة جواها كانت منعاها لأنها كانت عارفة إن الكلام مع الملك ممكن يفتح عليها مشاكل أكبر. قررت تسكت، وفي اللحظة دي جات لها فكرة ليه ما تروحش للملك السابق وتطلب مساعدته لأزور. وبالفعل من غير ما تضيع وقت ركبت الحصان وهربت من البيت بسرية. لكن وهي في الطريق وقعت من على الحصان لأنها لسه مش متعودة عليه ومش متمكنة. رغم كده رفضت تستسلم وقامت بسرعة وركبته من تاني، ومصممة توصل لبيت الملك السابق وتطلب مساعدته بأي طريقة. مينا بتنجح في إنها توصل لبيت الملك السابق، وفعلا بيقابلها هناك وبيستقبلها بابتسامة هادية وبيقول لها أهلا بيكي، ممكن أعرف أنت مين وعايزة إيه؟ ساعتها نينا بتاخد نفس عميق وبترد عليه بثقة أنا الأميرة إيشا، وجيت مخصوص علشان أطلب مساعدتك، الأمير أزور محتاجك. نينا بتحكي للملك السابق كل اللي حصل مع أزور وتوضح له إنها حاسة إن الملكة هي اللي ورا اللي بيحصل وإن في حاجة مش مريحة في تصرفاتها. الملك بيسألها باستغراب هو أزور اللي قالك الكلام ده؟ نينا بترد بتردد لا هو ما قاليش حاجة، أنا بس شاكة فيها. الملك بيبتسم وبيقول لها ده طبيعي لأن دي واحدة من الحاجات اللي أنا علمتها له، فعلا يشك في اللي حواليه لو حس بخطر. لكن أثناء كلامهم الملك السابق بيلاحظ حاجة غريبة، نظراته بتتغير وبيبدأ يشك
إن البنت اللي قدامه مش الأميرة عيشة الحقيقية. الملك السابق فجأة بيرفع صوته وبيأمر الحراس يمسكوها لأنها داست على شعار المملكة برجليها، ودي حاجة مستحيل الأميرة الحقيقية تعملها. الحراس بينفذوا أوامره فورا وبيقبضوا على نينا وبيسجنوها في زنزانة تحت الحراسة المشددة. الملك كان متأكد إنها دلوقتي قاعدة في الزنزانة حزينة وبتعيط، لكن المساعد بتاعه بيقوله الحقيقة البنت مش زعلانة خالص، دي قاعدة بتغني ومبسوطة لأن السجن بالنسبة لنينا حاجة عادية مقارنة باللي كانت عايشة فيه في الماضي. فالملك بيتفاجئ من الكلام لأنه ما كانش متوقع رد الفعل ده نهائي، وبيبدأ يشك أكتر في نينا ويحاول يفهم هي مين بالظبط وليه تصرفاتها مختلفة عن أي أميرة عادية. وكانت بتضحك وبتقول لنفسها لو قابلت الملك تاني هخليه يساعد أزور غصب عني. وفي اليوم اللي بعده الملك فعلا بيطلب يشوفها من جديد. أول ما بتدخل عليه بتبدأ على طول تطلب منه يساعد الأمير أزور. الملك بيستغرب من جرأتها وبيقول لها ازاي تتكلمي معايا بالشكل ده، حتى ما فكرتيش تعتذري عن اللي حصل امبارح. نينا بتحني رأسها وبتقوله أنا آسفة ومستعدة أتحمل أي عقاب، بس أرجوك ساعد الأمير أزور. نينا بتكمل برجاء أرجوك ساعد الأمير أزور. الملك بيضحك بهدوء وبيقول لها للأسف ما بقاش عندي القوة اللي كانت زمان، أنا كبرت ومش قادر أشارك في أي معركة دلوقتي. الكلام ده بيكسر نينا وبيخليها تحس إن الأمل بدأ يضيع منها وملامح الحزن بتظهر على وشها. لكن فجأة الملك بيكمل كلامه وبيقول لها بس في شخص واحد بس هو يقدر ينقذه فعلا، وهي الأميرة عيشة. الملك بيبتدي يشرح لنينا إن مملكة جلجادة ناوية تهاجمهم وتستولى على أرضهم، وعشان كده كان قراره إنه يجوز بنته للأمير بتاعهم في محاولة لخلق هدنة ما بين المملكتين وتجنب الحرب. لكن رغم كل الترتيبات دي مملكة جلجادة لسه مصممة على الهجوم، وكل الفوضى اللي بتحصل دلوقتي ناتجة عن الصراع ده. وعلشان كده بيقول الملك إن الأمل الوحيد دلوقتي علشان يتفادوا الكارثة هو الأميرة عيشة، ولو وافقت تتجوز أمير مملكة جلجادة. وأثناء ما الملك ونينا بيتكلموا فجأة بيقتحم الأمير أزور المكان وهو باين عليه القلق والتوتر، وكان بيدور على نينا. بمجرد ما بيشوف الملك بيعتذر له فورا وبيقول كل اللي حصل ده كان بسببي، أنا السبب في اللي وصلت ليه الأمور. لكن الملك بيبتسم وبيهديه وبيقول له ما تشيلش هم، أنا فهمت كل حاجة دلوقتي. وبيسرحهم هما الاتنين وبيسمح لهم يقضوا ليلة عندهم. وبعد ما بيمشوا الملك بيبدأ يضحك لوحده كأنه كان متوقع كل اللي حصل. الملك كان بيضحك لأنه اكتشف إن نينا جاية من نفس المكان اللي جه منه الأمير أزور، وده خلى الأمور كلها توضح قدامه. وفعلا بعدها أزور بيقرب من نينا وبيكلمها وبيقول لها انتي ليه عملتي كده، لكن نينا بتتجاهل كل ده وبتاخد بالها إن لون عينين أزور نفس عيون الملك السابق. نينا بتبصله وبتقوله أكيد أنت كمان دمك ملكي صح؟ لكن أزور بيضحك بخفة وبيهز راسه وبيقول لها بالعكس تماما، أنا مش من العيلة الملكية ولا عمري كنت منها. أزور بيكمل كلامه وبيقول لها أنا لا ملك ولا دمي من سلالة الملوك. الحقيقة إن أزور ما هواش الملك الحقيقي، ده مجرد بديل. الأمير الأصلي توفى بسبب مرض خطير، وعلشان ما تنهارش المملكة الملك السابق قرر يجيب شخص يشبهه تماما، وكان أزور هو الشخص ده. من اللحظة دي بدأت سلسلة من الأحداث المعقدة والمشاكل اللي احنا شايفينها دلوقتي. وبالفعل أزور كان ذكي جدا وقدر يقنع الجميع إن هو الأمير الحقيقي لدرجة إن محدش شك لحظة فيه. وفي اللحظة دي بنكتشف إن خوف أزورة على نينا لما اتخطفت ما كانش له علاقة بخطته أو مستقبل المملكة، بالعكس هو كان قلقان عليها شخصيا. كان مرعوب من فكرة إنه يفقد ابتسامتها لأنها كانت الحاجة اللي بتمنحه الأمل وسط كل الفوضى. وعلشان كده أزور كان مستعد يعمل أي حاجة ومستحيل يسمح لأي حد إنه يأذيها. نينا بتبدأ تدمع وبنبرة مليانة مشاعر بتقوله وعلى فكرة أنت كمان ما ينفعش تموت لأن وجودك بقى مهم جدا بالنسبة لي، أنت الوحيد اللي بيناديني باسمي الحقيقي. الكلام ده بيأثر على أزور بشكل كبير وبيبدأ يحس بمشاعر قوية اتجاهها. وفي اللحظة دي أزور بيقع في حب نينا فعلا وبيكون محرج جدا لكنه بيسيب الأوضة ويمشي. أما نينا فبتفضل قاعدة وهي في قمة السعادة
وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، لكن حكاية نينا لسه مخلصتش يا أبطال. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدوسوا لايك وتشتركوا في القناة علشان تتابعوا باقي الأجزاء أول ما تنزل. ولو وصلتوا لحد هنا في الفيديو فأنتم جامدين جدا وبحبكم من قلبي. أشوفكم في الفيديو الجاي، باي باي.